ازيك يا ايهاب؟ روني، صباح الفل عليكي. الدنيا صباح الفل، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام، انتي عامله ايه؟ انا الحمد لله كويس. وحشاني ايامك وقعداتك وكلامك الحلو. معلش كنت غايبه شويه، كنت بجيب لك شويه موضوعات كده هتحفك بيها الفتره الجايه بجد جدا. يلا بينا طيري بينا. يلا بينا. بص بقى، انا متغاظه قوي ومن الموضوع ده انه لسه موجود لحد دلوقتي، موضوع البنت اللي هي بتبقى ايه، اهلها دايما بيقولوا لها ايه، قطر الجواز هيفوتك، الناس يقولوا لها ده انت كده هتعنسي، الجواز اللي يصرف عليكي وياكلك وبتاع، انت فاهم الجو كده. وفي نفس الوقت هم اهلها فعلا بيبقوا عايزين يشيلوا من على اعبائهم، يعني هدك ان انا اجهز واعمل وقايمه والكلام ده كله، اخد واحد جاهز، واحد جاي من بره من فكره البنت العانس، صح كده؟ مش ده اللي انت تقصديه؟ عانس بقى، يلا عشان تلحقي تخلفي، لا ما تفكريش تحبي اللي يعيشك مرتاح، ما تحبيش وتفقرينا معاكي او تيجي تطلبي مننا طلبات. كلام عدى عليه الزمن ولا لا؟ لسه واحده حكيه لي حصل لها كده عندها لحد النهارده. للاسف يعني لسه المواضيع دي بتتكرر لحد النهارده. انا مش قادر اصدقك. لا ينفع تصدق، او بمعنى اصح مش قادر اصدق ان لسه في ناس عايشه وبتنفذ الكلام ده. يعني ايه ان انا اخلي بنتي ما تعيش قصه حب؟ يعني ايه اخلي بنتي ما تاخدش وقتها الكافي ان هي تدخل الحياه وتشوف وتجرب وتتعلم، تحب وتتحب، علشان لما ترتبط بالشخص اللي هي فعلا اختارته وعايزه تكمل معاه؟ يعني انا اجبرها واقول لها انت لازم تتجوزي فلان علشان الزمن عدى وكبرتي في السن فانت لازم ترتبطي؟ كلام مش منطقي يا روني. ده اللي مش منطقي اللي انت بتقوله ده. انت عارف ان القله قليله هم اللي بيفكروا في ان بنتهم تعيش مرتاحه وتعيش قصه حب. لا كله بيبقى خايف. يعني ايه قله قليله؟ لا ما فيش. هو مين الاهل اللي مش عايزين يريحوا بنتهم ويعززوها ويخلوها تعيش احلى عيشه؟ ما انت برضو كلميني الكلام المنطقي. حلو عايزين ده، بس مش عايزين ان هي بقى، لا احنا في مجتمع شرقي، يعني ايه تحب وتتحب لا يقعدوا شاغلين بالهم والكلام ده. لا مفيش. بص، يعني في عائلات معينه اللي بيتفهموا ده وبيبقى في ثقه بينهم وبين بنتهم، اللي هي تيجي تحكي لهم على كل حاجه، او حتى لو ما حكتش هم خلاص فاهمين ان هي وصلت لدرجه من النضوج، خلاص انا هعرف اقرر واختار ومش هعمل حاجه ضد المجتمع اللي انا عايشه فيه. تمام. لكن غير كده لا، الاهالي بيبقوا خايفين برضو مهما كان ان احنا في مجتمع شرقي. انا لسه هنخلي ولادنا يحبوا ويتحبوا ولفلافا والجو، وممكن ما يتجوزوش. ومالها اللفلافا يعني؟ لا عايز اقول لك على حاجه، اللفلافا دي هي اللي بتعيش، اللفلافا دي هي اللي بتستمر. بص، هي اللي بتصبر على مشاكل واعباء الحياه. لكن ممكن ما تستمرش. بص، لو احنا ما عندناش رغبه ان احنا نستمر مش هنستمر، خلص. لازم يبقى انت عايز تستمر يبقى هتبلع للي معاك كل حاجه، هتتأقلم مع أخطائه أكتر من إن أنت يعني تقول لا أصلح بقى وأعمل. إحنا مش داخلين نقعد نصلح، في حاجات ممكن تتصلح في حاجات لا. بس ما علينا، عشان ما نخرجش من الموضوع اللي أنا متغاظة قوي منه، إنه تبقى بنت زي ما أنت بتقول وإنها بتحب فعلا وعاشت قصة حب من أيام الطفولة وتعلقت بحد جامد جدا، بس عارف أنت الجو اللي هو أصل الحال، أصل أنا مش قادر الله أعلم بقى. ما هو برضو الأهل معذورين، الله أعلم بقى. هو يعني جو اللي هو إيه، مش عايز يشتغل، هو اجتهد فعلا، طب هو حظه وحش، طب أنا مالي. لكن هي إيه، مستواه ما كونش نفسه من الآخر. طيب قولي لي بقى، الصبح قبل ما أقابلك وإحنا جايين على استديو روتانا كافيه، راديو كافيه، روتانا ولا راديو؟ بقول لك راديو كافيه، استوديو راديو كافيه. ماشي. راديو كافيه. أيوة. قلتي لي أنا هحكي لك على قصة، والقصة دي قصة واحدة أهلها ضغطوا عليها علشان يجوزوها بالطريقة التقليدية زي ما انت بتحكي كده، بحجة إن سنها كبر. وللأسف الشديد جوزها بعد فترة اكتشف إن هي، مش عايزين نقول بتخونه، لكن في سكة إنها ممكن تخونه. بسبب إيه؟
بسبب ان الاختيار ما كانش اختيارها. الاختيار كان بالغصب وبالقوة، كان اختيار الاهل بدون الرجوع لعامل الحب. بص انا مش هقول لك غصب ولا قوه. هو الاهل قالوا لها ده واحد جاي من السفر عنده شقته جاهزه، بدل ما تقعدي 7 سنين تانيين تستني الاخ التاني اللي مش عارفين امتى هيجيب شقه. وفي نفس الوقت هو شخص محترم وفي كل المواصفات وابن ناس وسائلين على عيلته وبتاع، ومن وجهه نظر الاهل هو ده اللي هينفعك. البنت شويه اللحظه ستوب، عايز اقف معاكي عند الجزئيه ديت. ايه هي المواصفات الكامله؟ يعني كلمتيني عن ان هو ممكن يكون مقتدر، ممكن يكون عنده عربيه، ممكن يكون اهله ناس محترمين، لكن ما تكلمتيش على اهم حاجه في الموضوع. هل يا ترى فعلا صاحبتك دي بتحبه؟ طب بلاش بتحبه، استظرفته؟ قبلها حست ان هي ممكن تكمل معاه؟ هو ده الراجل المناسب بالنسبه لها اللي تقدر تعيش معاه؟ لا انا هرد الاول على ايه هي المواصفات الكامله. المواصفات الكامله دي حضرتك بتختلف منك لاي شخص تاني. كل واحد ليه مواصفات معينه، يعني ممكن اللي يعجبك ما يعجبنيش والعكس. فكل واحده بتختار زي بالظبط واللي احنا فيه، ان هي بتحب وعايزه تعيش قصه حب ومتعلقه وهي مش مستوعبه. اهلها بيفكروا بعقل، هي ماشيه بقلبها. اهلها بيفكروا ان انت تعيش عيشه كريمه. وواحد برضو احنا حاسين ان هتحبيه من العشره. هي ضعفت للحظه، مش هقولك ان هم ضغطوا يعني كانوا بقى اللي هم هنتبع. ضعفت قدام ايه يا روني؟ قدام اهلها ولا قدام الفلوس اللي زغللت عينيها؟ لا. والعربيه الحلوه الشيك اللي تنزل تسوقها وتتغندر بيها بالليل؟ طب وايه يعني اهي؟ لا ثانيه واحده عشان كل الرجاله استنى بقى. عشان كل الرجاله عندهم فكره ايه؟ انتي باصه لفلوسي او طب ما هي واحده عايشه في مستوى معين. ايه المشكله انها تتطلع انه لما حد جالها مستوى افضل، وهو ده اللي بيقنع، يعني اهلها بيقنعوها بده انك انتي هتعيشي في مستوى افضل. هي شايفه امها بتعاني. تمام. اصل احنا مش هنعيش بقى في فكره زمان بقى ناكل مع بعض فول وطعميه. ماشي الكلام ده حلو قوي. ليه ومالها فكره الفول والطعميه ونقعد على الطبليه ونتلم وناكل ويبقى في حب ومحبه ما بيننا؟ مالها الطبليه والفول والطعميه؟ خلاص لا. خلاص يا ستات اليومين دول نسيتوا. لا نسيتوا الطبليه والفول والطعميه، خلاص اتنست. ايوه انا ما بقولش حاجه بقى. دلوقتي بنطلع على لتوال ناخد السويتس وقبلها مش عارف نتغدى فين. مش تمام. بس بص هقول لك على حاجه. انا ما بقولش ان الست ما تقفش مع جوزها وتبقى في ظهره، بس ما تاخدوش من البدايه انا عارفه اني حشقه. لا ما فيش حد قال لك تعذب نفسك كده. انت عايش في مستوى معين، ممكن تتطلع على يعني على الاقل تعيش مرتاح. يعني واحده امها زي دي هي عايشه متبهدله مع باباها، خلاص، فاكيد انا مش هعيش بنتي في نفس البهدله، فبالتبعية عايزة تعيش مرتاحة. وده مش عيب لأي واحدة بتتجوز. افرض واحدة مستواها عايشة في رفاهية تتجوز واحد ليه يعني، لكن ما يكونش ده المعيار الأساسي للاختيار. لا طبعا. وهنا أنا عايز أنا وإنتي وإحنا قاعدين دلوقتي نشاهد كل اللي بيتفرجوا علينا ونعرف هو المعيار الحقيقي والصح لاختيار شريك الحياة إيه؟ الفلوس ولا الحب؟ تفتكري نشارك الناس معانا؟ انت بتسألني انا رأيي ولا بتسألني؟ بسألك وبسأل المشاهدين. لا انا بالنسبة لي اول حاجة الاحترام سيد العلاقات. تمام. الاهتمام من الراجل. تمام. الاحتواء، بعدين الامان المادي. يعني اخر حاجة خلتيها الامان المادي. طب ايه رأيك بقى في ختام حلقتنا النهاردة نشوف رأي الجمهور اللي بيتفرج علينا ايه؟ لو هم عندهم بنوتة جميلة في سن الجواز، يفضلوا انهم يخلوها تعيش قصة حب والحب يبقى هو الاساس، بعد كده المادة، ولا ندور على الشقة والعربية والضمان والامان الاجتماعي، بعد كده الحب بيجي بعد الجواز؟ ما هو برضو حب من غير مكان الناس تعيش فيه يعني صعب قوي. خلاص خلي الجمهور يحكم ونشوف مين فينا إيه الصح ومين فينا الصح.